بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم مشاهدي الأعزاء، يسرنا أن نلتقي بكم من رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد الحسن الأول بمدينة سمارة، من هذا الإقليم الفتي، من أرض الجهاد والمجاهدين، من أرض الزوايا الصوفية والكتاتيب القرآنية، من هذه الأرض الطيبة التي تشهد توسعاً عمرانياً ملحوظاً وتقدماً حضارياً مشهوداً يشهد له الجميع ويشهد به الجميع ويشيد به الجميع. من هذا الإقليم الفتي إذن، من هذه الأرض الطيبة، من إقليم سمارة تحديداً، من مدينة سمارة، نحييكم مشاهدي الأعزاء وننقل لكم منافسات هذه المسابقة الإقصائية في حفظ وتجويد القرآن الكريم، وهي في دورتها 14 لهذا العام، عام 46 و400 وألف للهجرة، 25 و2000 بالتقويم الميلادي. هذه المسابقة التي تنظمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قناة العيون، والتي تشاهدون حلقاتها تباعاً عبر قناة العيون خلال رمضان المعظم لعام 46 و400 وألف للهجرة، موافق 25 و2000 للميلاد. هذه المسابقة التي تحظى وكسابقاتها بالرعاية الملكية السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبمباركة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبتنسيق مع المجالس العلمية الجهوية والمحلية والمندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية بالجهات الجنوبية الثلاث، وبدعم من ولايات وعمالات الأقاليم الجنوبية للجهات الجنوبية الثلاث. في البداية نستمع إلى تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ عبد الحق العروسي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ عبد الحق العروسي، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الإسراء. مشاهدي الأعزاء، أذكركم أنكم تتابعون معنا منافسات هذه المسابقة الإقصائية في حفظ وتجويد القرآن الكريم من رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد الحسن الأول بمدينة سمارة. هذه المسابقة التي يحضرها معنا وفد رسمي هام يضم عددا من رجال السلطة المحلية المدنية والعسكرية، وكذا ممثلي المجالس المنتخبة بهذا الإقليم، يتقدمهم سيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم سمارة
السيد إبراهيم بوتيميلات، وبجانبه فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم أسمرة. قبل الشروع في منافسات هذه المسابقة جرت العادة أننا نطلعكم على طبيعة هذه المسابقة. هذه المسابقة التي تشتمل على فرعين اثنين: الفرع الأول في الحفظ الكامل وفيه 5 متسابقين، وسوف يوجه لكل متسابق سؤالان 2. الفرع الثاني من هذه المسابقة هو فرع الحفظ الجزئي وفيه كذلك 5 متسابقين، وسوف يوجه لكل متسابق أو متسابق وجدت سؤال واحد. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة 14 تنطلق من مدينة أسمرة بصفة رسمية وفعلية. وبهذه المناسبة نلتمس من السيد فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم أسمرة يتفضل يلقي كلمة بمناسبة افتتاح هذه النسخة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السيد العامل المحترم والوفد المرافق لكم كل باسمه وجميل واسمه وصفته، السادة القيمون الدينيون كل باسمه والاحترام الواجب لشخصه، أيها الحضور الكريم، يسعدني باسمي الخاص ونيابة عن السادة أعضاء المجلس العلمي والقائمين على الشأن الديني أن نشارككم انطلاقة النسخة 14 لمسابقة مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم لعام 1446 هجرية 2025 بحاضرة الأقاليم الجنوبية العلمية والروحية، والتي تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه النسخة التي باتت تقليداً سنوياً وحظيت خلال رحلتها ومسارها بإسدال أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله رعايته وعنايته عليها، وباركتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية ومندوبيات الشؤون الإسلامية الجهوية والإقليمية، وبدعم كبير من السادة العمال والولاة للأقاليم الجنوبية ومنتخبيها وفعالياتها المختلفة، فجزى الله خيراً كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا العمل الجليل. أيها السادة الكرام، تنطلق في هذا اليوم المبارك المبشر بقدوم شهر الخير والبركات، شهر رمضان الأبرك، أطوار هذه المسابقة الإقصائية التي ستبث حلقاتها خلال الشهر الفضيل، وذلك في إطار العناية بكتاب الله تعالى حفظاً وتجويداً وترتيلاً. وقد أحسنت اللجنة المنظمة صنعاً عندما افتتحت حلقات هذه السنة من مدينة أسمرة العاصمة العلمية والروحية للأقاليم الجنوبية. أيها السادة الكرام، اعتباراً لما تحظى به هذه المسابقة من أهمية قصوى، باتت ملتقاً قرآنياً متميزاً ومجالاً لتنافس حملة كتاب الله من مختلف الأعمار، وقيمة إضافية للشأن الديني، فأصبحت تقليداً سنوياً وتجربة متميزة وموعداً لأهل القرآن وحفظته. في ختام هذه الكلمة لا يفوتني إلا أن أشكر باسمكم جميعاً كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح أطوار هذه المسابقة القرآنية المباركة، راجين لها مزيداً من النجاح والتألق. بارك الله لنا جميعاً في هذه السنة الحميدة، وجعلنا الله وإياكم من خدام كتاب الله تعالى العاملين به الواقفين عند حدوده، آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يجزيه الجزاء الأوفى بما يقدمه من عناية ورعاية للقرآن وأهله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يقر عين جلالته بحفظ ولي العهد المولى الحسن، وأن يشد أزر جلالته ويقوي عضده بصاحب السمو الملكي المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الشريفة، وأن يديم نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام على هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لسيادة فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم أسمرة، وقد ألقى كلمة افتتاحية بمناسبة الافتتاح الرسمي والفعلي لهذه المسابقة في دورتها 14.
والآن مع كلمة قناة العيون يلقيها نيابة عن السيد مدير قناة العيون السيد عبد الله جداد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. السيد العامل المحترم، السيد قائد الموقع العسكري المحترم، السيد رئيس جماعة سمارة الترابية المحترم، السيدات والسادة المحترمون، رؤساء الجماعات الترابية، نائب رئيس المجلس الإقليمي، السادة المنتخبون، السيدات والسادة أهل القرآن وأحبائه، شركائنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. يشرفني باسمي الخاص ونيابة عن السيد علي وبدة المدير المركزي لقناة العيون أن أخذ هذه الكلمة التي تأتي في إطار اختيار مدينة سمارة لافتتاح المسابقة التي تحظى بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي يعني النسخة 14 التي تحظى بهذه الرعاية كل سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. إن الأهمية الاستراتيجية لمسابقة قناة العيون في حفظ وتجويد القرآن الكريم ترمي أولاً إلى المحافظة على تخريج أجيال متعاقبة من حفاظ كتاب الله تعالى، تعزيز قيمة ومكانة القرآن الكريم في نفوس المجتمع وخاصة الشباب والأطفال. ثالثاً، المحافظة على الهوية الإسلامية التي يتميز بها هذا البلد الأمين المملكة المغربية. ثم تنمية التنافس المحمود بين الكتاتيب القرآنية وتشجيع المدررين والمشرفين على مراكز التحفيظ رجالا ونساء، والمساهمة كذلك على مدى 14 سنة متواصلة استطاعت فيها قناة العيون أن تدخل كل البيوت، خاصة خلال شهر رمضان شهر القرآن الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد عبد الله جداد، وقد ألقى هو أيضا بدوره كلمة بمناسبة الافتتاح الرسمي والفعلي لهذه المسابقة من إقليم السمارة، تحديدا من مدينة السمارة بمسجد الحسن الأول. وقد ألقى الكلمة نيابة عن السيد المدير المركزي لقناة العيون. سبق وأن قلنا أن المسابقة تشتمل على فرعين اثنين، الفرع الأول في الحفظ الكامل وفيه 5 متسابقين، والفرع الثاني كذلك فيه 5 متسابقين. سيتولى طرح هذه الأسئلة على كل المتسابقين لجنة علمية منبثقة عن المجلس العلمي المحلي بهذا الإقليم، إقليم السمارة، والتي تتكون من السادة الفضلاء السيد الأستاذ محمد مفكير وهو عضو المجلس العلمي المحلي بهذا الإقليم، الأستاذ عبد الرحمن الحلوى وهو أيضا عضو المجلس العلمي المحلي بهذا الإقليم، الأستاذ عبد الإله العمراوي وهو إمام مرشد خريج معهد محمد السادس للمرشدين والمرشدات، الأستاذ سيدي محمد علي بابو زيد وهو إمام وخطيب وواعظ بالمجلس العلمي المحلي بالسمارة، وأخيرا الأستاذ حميد نصر وهو واعظ ومدرر بمدينة السمارة. ننادي على المتسابق الأول في فرع الحفظ الكامل وهو القارئ المتسابق يوسف عرش يتفضل ليتولى طرح السؤال عليه الأستاذ محمد مفكر. اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ المتسابق يوسف عرش. القارئ المتسابق محمد أيت بوقدير يتفضل يتولى طرح السؤال عليه الأستاذ عبد الرحمن الحلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سي محمد اقرأ من قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض
وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. القارئ المتسابق يحيى حمنا يتفضل يتولى طرح السؤال عليه الأستاذ عبد الإله العمراوي. السي يحيى اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنت الوجوه للحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.
فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فلا يخرجنكما أعيد. وقلنا يا آدم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ المتسابق يحيى حمنا. المتسابق ما قبل الأخير في هذا الفرق الحفظ كان مع التجويد هو القارئ المتسابق إسماعيل زهاوي. إسماعيل زهاوي يتفضل يتولى طرح السؤال للأستاذ سيدي محمد علي بابو زيد. إسماعيل استعذ بالله. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حسبك. صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تامننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ المتسابق إسماعيل الزهاوي. المتسابق الأخير في هذا الفرع، فرع الحفظ الكامل مع التجويد، هو القارئ المتسابق منير عبودة. منير عبودة يتفضل يتولى طرح السؤال عليه الأستاذ حميد نصر. منير، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حسبك.
اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينصر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ منير عبودة. منير عبودة كان هو المتسابق الأخير في هذا الفرع الحفظ الكامل مع التجويد. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق. ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر. وقال: إني مسلم. ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر. وقال: إني مسلم. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه الإمام مسلم. وفي رواية: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي رواية الإمامين الشيخين البخاري ومسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤته أجره. رواه الإمام البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون من المفلس من أمتي؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة، من ياتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم، وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مشاهدي الأعزاء، الآن مع الشطر الثاني من هذه المسابقة، وهو
شطر فرع الحفظ الجزئي. وننادي على المتسابق عصام رفيع. عصام رفيع يتفضل يتولى طرح السؤال عليه الأستاذ محمد مفكر. ما هي الأحزاب التي تحفظها؟ أحفظ 5 فنبذناه. نعم 5 فنبذناه. فنبذناه. إذن اقرأ من قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ المتسابق عصام رفيع. المتسابق الثاني في هذا الفرع، فرع الحفظ الجزئي، وهو القارئ المتسابق أحمد سيدي العالم. أحمد سيدي العالم يتفضل يتولى طرح السؤال عليه الأستاذ عبد الرحمن الحلاوة. سيدي العالم، الحساب اللي غادي تشارك بهم سميهم لنا. الحساب اللي غادي تشارك بهم 5 أحزاب. سميهم باش نعرفوا. سبحان، وأولم يروا، وقال ألم أقل لك، وطه، واقترب. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئ المتسابق الطفل أحمد سيدي العالم. متسابقة إكرام كردالي تتفضل ليتولى طرح السؤال عليها الأستاذ عبد الإله العمراوي. إكرام، ما هي الخامسة اللي غتشاركي بها إن شاء الله؟
يسبح. 5 يسبح. زين. اقرأي من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للقارئة المتسابقة إكرام كردالي. يا إكرام نقول صدق الله العظيم، بالصاد. القارئة ما قبل الأخير في هذا الفرع، فرع الحفظ الجزئي، هو القارئة المتسابقة خديجة فاضلي. خديجة فاضلي تتفضل، يتولى طرح السؤال عليها الأستاذ سيدي محمد علي بابو زيد. خديجة كم تحوي من حزب بنتين؟ 5 يسبح. 5 يسبحوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يتساءلون عن النبأ العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنبتنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكر الله للقارئة الطفلة خديجة فاضلي. يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فلا غرابة إذن أن يكون في هذه المدينة، مدينة سمارة
العاصمة، وهي العاصمة العلمية الروحية، أرض الزوايا الصوفية، أرض الكتاتيب القرآنية، أرض النجباء والأتقياء والأولياء. فلا غرابة إذن أن تنتج لنا مثل هذه البراعم المتفوقين في ترتيل وتجويد كتاب الله عز وجل، خصوصا في هذا السن. هذا جزء فقط من بلدنا الحبيب. الكل يشهد للمملكة المغربية الشريفة بالتفوق في تلاوة القرآن الكريم في جميع أنحاء العالم. المتسابقة الأخيرة في هذا الفرفر الحفظ الجزئي هي القارئة المتسابقة حفصة أبو صالح. حفصة أبو صالح تتفضل يتولى طرح السؤال على الأستاذ حميد نصر. حفصة، الأحزاب اللي غتشاركي بهم إن شاء الله 5 يسبح. اقرأي من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي سجين لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغافلين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله، حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للقارئة الطفلة المتسابقة حفصة أبو صالح. حفصة أبو صالح كانت هي المتسابقة الأخيرة في هذا الفرفر الحفظ الجزئي مع التجويد. والآن مشاهدي الأعزاء نلتمس من لجنة التحكيم الانصراف للمداولة ولإخراج النتائج النهائية لهذه المسابقة، فليتفضلوا مشكورين. في انتظار عودة لجنة التحكيم نلتمس من القارئ محمد بوالديا يتفضل ليشنف آذاننا بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا للقارئ محمد بوالدية. والآن مشاهدي الأعزاء، وبعد أن عادت إلينا لجنة التحكيم بالنتائج النهائية لهذه المسابقة، نشرع الآن في توزيع الجوائز على كل المتسابقين، ونبدأ بفرع الحفظ الكامل مع التجويد، ومع الفائز الأول في هذا الفرع وهو القارئ الفائز حمنا يحيى. حمنا يحيى هو الفائز الأول في فرع الحفظ الكامل مع التجويد. يتفضل ليسلمه جائزته سيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة. السيد المحترم سيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة يسلم الجائزة الأولى في فرع الحفظ الكامل مع التجويد للقارئ حمنا يحيى. هنيئا هنيئا للقارئ حمنا يحيى بهذا الفوز وبهذه الجائزة. الجائزة هي عبارة عن شهادة تقدير ومجسم مهدى من طرف قناة العيون، وأظن مجموعة كتب، نعم مجموعة كتب يتقدمهم المصحف المحمدي. هنيئا للقارئ حمنا يحيى بهذا الفوز وبهذه الجائزة. شكرا لسيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة. مع الجائزة الأولى في فرع الحفظ الجزئي التي كانت من نصيب القارئة إكرام كردالي. هنيئا للقارئة إكرام كردالي. تتفضل ليسلمها جائزتها السيد المحترم عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة مع السيد فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم السمارة. تفضلا. إذن السيدان المحترمان سيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم السمارة والسيد المحترم فضيلة رئيس المجلس العلمي بإقليم السمارة يتولان تسليم الجائزة الأولى في فرع الحفظ الجزئي للقارئة الفائزة إكرام كردالي. هنيئا للقارئة إكرام كردالي بهذا الفوز وبهذه الجائزة. شهادة تقدير دائما، مجموعة كتب. أشير أيها المشاهدون الأعزاء إلى أن هذين القارئين المتسابقين الأولين، الأول في فرع الحفظ الكامل وهو القارئ حمنا يحيى، والأول أو الأولى في فرع الحفظ الجزئي وهي القارئ إكرام كردالي، هذان الفائزان هما اللذان سيمثلان إقليم السمارة في النهائيات التي ستقام لاحقا بمسجد مولاي عبد العزيز بمدينة العيون، الذي سيشهد هذا المسجد حفلا بهيجا قرآنيا وعرسا كبيرا يحضر فيه مجموعة فعاليات من كل الجهات الثلاث في هذا المهرجان الكبير. فهنيئا للقارئين الفائزين بهذا الإقليم، إقليم السمارة، الفائز الأول في فرع الحفظ الكامل مع التجويد حمنا يحيى، والفائزة الأولى في فرع الحفظ الجزئي القارئ إكرام كردالي. هنيئا لهما، وعلى موعد معهما بإذن الله تعالى لاحقا في مسجد مولاي عبد العزيز بمدينة العيون.
شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا لكل الفائزين المتسابقين، شكرا للسيد سيادة عامل صاحب الجلالة على إقليم أسمارة، شكرا للسيد فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي، شكرا للسيد قائد الحمية العسكرية، شكرا للسيد المحترم رئيس المجلس البلدي، شكرا للسيد رئيس المحكمة الابتدائية، شكرا لكل السادة المنتخبين، شكرا لكل السلطات المدنية والعسكرية والأمنية، شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا للسادة أعضاء المجلس العلمي وعضوات المجلس العلمي، شكرا للسادة الأئمة المحترمين المرشدين، شكرا للسادة الأئمة أئمة المساجد، شكرا للسادة مدرري الكتاتيب القرآنية، شكرا لشيوخ القبائل، شكرا للأعيان، شكرا لكل الحضور معنا، شكرا للطاقم التلفزي الذي رافقنا في إنجاز هذه المهمة، شكرا لكم جميعا مشاهدي الأعزاء. لم يبق لنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولي الأمة المغربية والأمة الإسلامية. ويتولى بسط الدعاء فضيلة السيد الفقيه سيدي محمد البشير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصينا إلى كل خير، وباعد بيننا وبين الشرور والآثام كما باعدت بين المشرق والمغرب. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وأعنه على قيادة هذه الأمة إلى ما فيه الخير والصلاح، إنك على ما تشاء قدير. احفظ اللهم بلدنا هذا من الزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.